تمكن عناصر الجيش ومصالح الأمن من إحباط تسلل العشرات من الرعايا المغاربة إلى الأراضي الجزائرية، أمر يطرح عدة تساؤلات حول ما تخفيه هذه الظاهرة. الممر الوحيد الذي يمكن العبور منه هو الجزائر، أقرب مكان إليهم بالوصول إلى ليبيا ومن هناك ممكن إلى سوريا هي الجزائر. وإن كان اتخاذ هؤلاء المغاربة للجزائر كمعبر لولوج الأراضي الليبية، إلا أن هذا قد يشكل خطرا على أمن واستقرار الجزائر. بعض منهم وهو ذاهب قد يفضل البقاء في الجزائر، والبعض منهم لما يذهب وقد يعود وقد أيضا يختار البقاء في الجزائر، وهذا يعرض الجزائر لأخطار مستقبلية إذا كان هناك مجموعة كبيرة من هؤلاء يمرون عبر الجزائر. تقارير إعلامية تشير إلى وصول أكثر من 600 مغربي إلى الأراضي الليبية عبر مطارات الجزائر خلال الأيام الماضية، فيما تم إرجاع عشرات المغاربة إلى بلدهم الأصلي من مطار هواري بومدين الدولي. تدفق المغاربة إلى الجزائر في ظروف غامضة ومشكوك فيها دفع بالخارجية إلى استدعاء السفير المغربي بالجزائر. الجزائر كما نعلم دولة ذات سيادة، ومن حقها أن تحمي ترابها وأن تتخذ تدابير معينة في حالة ما إذا شكت في نوايا بعض الذين يمرون أو يرغبون في المرور عبر أراضيها. تنقل الشباب المغربي إلى ليبيا عبر الجزائر يتزامن مع تزايد عدد الإرهابيين المغاربة في صفوف داعش، حيث يقدر عددهم بأزيد من 2000 مغربي.